اهلا كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الامور ديالكم تكون كلها مزيانه وتكون بخير. في هذا الفيديو هذا غنوريكم واحد الحاجه اللي كيتغلط فيها بزاف، وجات لوكازيون انني لقيت ليت كاينه فيه. بزاف ديال الناس كيلقاو العود حاك الديل ديالو من جهه التابع، يعني من جهه الفوق، التابع ديالو، ومقطع الشعر ديال التابع ديالو، وما كيعرفوش واش فيه الحناش او لا حساسيه. ما كيفرقوش لا يتزكى، ما كيفرقوش ما بين الحناش، واش العود حكو حيتاش فيه الحناش او لا فيه الحساسيه. انا غنوريكم كيفاش تفرقوا بيناتهم، بان العود حك التابع ديالو حيتاش فيه الحناش، وحيتاش او لا حك التابع ديالو حيتاش فيه حساسيه. وفي الاخر ديال لا فيديو غنقول لكم الحل ديال هاد الحساسيه هذه اللي انا كنت كنتبعو، ويعطاني واحد النتيجه زوينه. ما كيبقاش العود يحك التابع ديالو. دابا انا نمشيو ها نتوما الا شفتوا راه ليت شتي غتلقاو التابع تما حك التابع ديالو كامل مع الحيط. وانا ديجا انا اصلا عارفه يلاه مداويه من الحناش، انا عارفه متاكده ما فيش الحناش. ودابا غادي نوريكم بالضبط كيفاش تقدروا الفرق فين كاين ما بين الحكه ديال التابع ديال الحناش والحكه ديال التابع ديال الحساسيه، لان هذيك راه كتكون غير حساسيه. هو دابا ليت فيه حساسيه، وغنوريكم كما قلت لكم غنوريكم كيفاش تحيد. دابا هذا هو التابع ديالو. نحاول نجيب واحد الزاويه اللي يقدر يبان فيها مزيان. ها نتوما باش تفرقوا في الحكات ديال التابع، العود فاش كيحك من هذا الفوق، هذا كيحك هذه البلاصه هذه الفوق، هذه كتكون حساسيه. هذه ديما كتجيو كتلقاو هنايا هذه البلاصه مشنتفه حركه، هذه كتكون من الحساسيه. العود فاش كيحك الحناش كيبان لك كيحك هذه البلاصه هذه كامله، وفاش كتهز ليه التابع ديالو من هنا كتلقاه حك هاد البلايص. هاد البلايص كلهم كتلقاهم حاكم مع الحيط طيبين. هاد البلايص ديما كيكونوا هاد البلايص كتلقى الاثار ديال انه حكوا مع الحيط. هادو هما من الحوايج، واحد الدبانه، هادو هما من الحوايج اللي كيخليو اللي كيبينوا لك ان العود راه هذيك الحكه ديال الحناش ماشي ديال الحساسيه. كيف ما قلنا الحساسيه هنا كيبان الشي بحال هنايا صافي ما فيه والو، ولكن حك من التابع ديالو هنا من الفوق. بالنسبه للحناش كيبان لك التابع ديالو حتى من هنا هاد البلاصه الوسط، واكثر بلاصه هي هنايا الجناب ديال العود كيبان لك حتى هو حاكم كاملين. حاجه اخرى بالنسبه للحساسيه، الحل الوحيد ديالها اللي انا درت وكنفع معايا، وها هي دابا رجعات وهي اللي غادي ندير له ابخي غنوريكم دي فيديو اخرين. كدير ليها من مورا ما كدوش العود، يعني كدوش ليه مزيان، كدير ليها الخل وما تغسلوش. كدير الخل العود وما تغسلوش. عاوتاني من موراها يومين كدوش عاوتاني العود، وكتعاود هاد البلاصه تعمرها بالخل مزيان. وكاينه اللي هاد الحساسيه كتجي حتى في العرف ديالو، مي اغلبيه الخيل كتجيهم هنايا في التابع، وكتكون حتى في العودات، وكتطيح الزغب الخيل في هاد البلاصه هذه كامله. كنت لقيت بزاف مع ناس كيقول لك راه انا درت هاد الدواء ديال الحناش، وهدرت هذا وعاودت هذا، وكل 15 يوم تيبدا يدير دواء ديال الحناش، وكيقول لك لا العوده راه باقي كيحك. كنقول لها دير الحساسيه هذيك راه ماشي الحناش. راه الحناش باش كتعرفهم العود راه كيطيب هاد البلاصه هذه كامله بالحكام والتابع ديالو، ماشي غير هاد البلاصه هذه اللي من الفوق. فاش كيمشي كيدير كنقول لها انت دوش له دير ليه الخل، ان شاء الله ما غادي تبقاش. وإفيكتيفمون هذاك الشيء اللي كيدير ملي تيدوش ليه وكيدير ليه الخل كيداومها هذيك الحساسيه كتمشي. دونك هنايا هذا هو الحل اللي ديروا للحساسيه اللي كتكون في التابع ديال الخيل. ان شاء الله لا فيديو جاي ان شاء الله غندير واحد الفيديو خصيصا على الحناش، كيفاش تقدروا تعالجوهم بطريقه طبيه، وكيفاش تقدروا تعالجوهم بطريقه يعني شعبيه، وكيفاش تقدروا العود تدخلوا ليه في الماكله ديالو حوايج اللي يخليو ان كيحميوه من الحناش. كما قلت لكم وغنقول لكم ماكلات اللي هما كيزيدوا العود انه كيكثروا ليه الحناش دغيا يبانوا فيه الحناش، ويكثروا ليه الحناش في المصران ديالو. هادشي كامل ان شاء الله نطرق لكم معاه في الفيديو الجاي. هذا الفيديو هذا كان على الحساسيه
الحساسيه ديال الخيل ماما كان على قبل الحساسيه ديال الخيل. دابا ليت فيه رجعت ليه، هي كانت فيه شحال هادي وداويتها، ودابا ما مده هذه كنت مديرونجيه شويه ومابقيتش كندير ليه الخل، وعاود رجعت ليه دابا. راه شعرو هو شعرو كامل ناضر، يلاه رجعت ليه هذا مؤخرا هو تتجي بزاف. يعني دابا الحل ديالها غندوش ليه وغيدار ليه الخل مره جوج ثلاثه صافي كنساها لمده طويله. السبب ديالها الرئيسي بالضبط ما كاين اللي كيقول لك من الدبان، كاين اللي كيقول لك من العود فاش كيمشي كيتمرغ كيهزها من التراب. باك ما عنديش شي حاجه اللي مثبوته اللي نقدر نقول لكم راه هذه هي اللي كدير لهم الحساسيه. المهم انا عطيتكم العلاج ديالها وكيفاش تعرفوا الفرق ما بيناتهم، ما تبقاوش غالطين. العود فيه الحساسيه وانتم تداويو على الحناش وكتقولوا راه العود باك كيحك، واخا داويناه على الحناش، راه كتكونوا نتوما راه داويتو على الحناش والعود دار ولا صافي ما بقاوش فيه الحناش وكيصحابكم واش فيه الحناش مي هو فيه حساسيه. الله يرضي عليكم ردوا البال بزاف لهاد القضيه هذه. حاولوا تفرقوا بيناتهم. وحتى من الحكه فاش العود كيكون كيحك مع الحيط، فاش كيحك مع الا كان فيه الحناش راه كيبان لك متكي على هاد البلاصه هذه، متكي على هاد القنت هذا هو اللي كيحك فيه ماشي الفوق. الحساسيه كيبان لك العود الفوق هو اللي كيتكي على الحيط كيبدا يحكو. دونك حنا وصلنا للاخر ديال لا فيديو. الا عجبكم هاد لا فيديو هذا خليوها لي في كومونتير. بغيتوا دي فيديو بحال هكا فيهم دي زانفورماسيون على الخيل من التجربه ديالي انا، مرحبا على الراس والعين. كل مره ان شاء الله ندير لكم فيديو، كل مره نبارطاجي معكم معلومه جديده، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.